في اقل من دقيقتين 2 بس هنحل سوا محصله كثافه الفيض بين سلكين عند نقطه. سلسله اضمن درجه. محصله كثافه الفيض عند نقطه بين سلكين، اول حاجه هنفتكر القانون كان بي عند نقطه بتساوي الميو اي على الاثنين باي دي. بعد كده كنا هنشوف الاتجاهات. لو انا عندي سلكين اتجاه التيار في النقطه دي، يبقى في النص هنا منطقه طرح ومن بره منطقه جمع. افتكر الحته دي كويس قوي، ان لو التيارين في نفس الاتجاه يبقى في النص ما بينهم منطقه طرح، على الجناب منطقه جمع. طيب لو التيارين في عكس بعض يبقى هنعكس، في النص هتبقى منطقه جمع وبره على الجنبين يبقى منطقه طرح. دي حته مهمه جدا. بعد كده هنشوف القوانين اللي هنستخدمها. اول حاجه لو كان عندك بي واحد، يعني بي السلك واحد اكبر من بي السلك 2، هنقول ان البي توتال هتساوي بي واحد زائد بي 2 لو هما الاثنين في منطقه جمع. فهنقول ان البي توتال هتساوي الميو في الاي واحد على ال2 باي دي واحد زائد الميو في الاي 2 على 2 باي في الدي 2. طب انت عندك الميو على ال2 باي متكرره هنا ومتكرره هنا، من الرياضه كنا بناخدهم عامل مشترك، فهنطلعهم بره الحسبه وهنضربهم بعد كده ونفتح قوس. هنكتب اي واحد على دي واحد زائد اي 2 على دي 2 لو جمع. اما لو بي توتال هتبقى طرح، فيبقى ميو على 2 باي في اي واحد على دي واحد ناقص اي 2 على دي 2. ودي اول حاجه هنعرفها، او دول القوانين اللي احنا هنستخدمهم معانا. ايه الخطوات بتاعت حل المساله ببساطه عشان نحلها في دقيقتين؟ اول حاجه نكتب بياناتك في مسوده او تكتب بياناتك عموما. بعد كده تشوف المنطقه اللي انت بتجمع فيها او النقطه دي منطقه طرح ولا منطقه جمع. ثالث حاجه هتكتب القانون من اللي فوق اللي احنا عملناهم. رابع حاجه هتعوض ومبروك عليك المساله. تعال نشوف المساله اللي زي كده. هو بيقول لي عايز كثافه الفيض عند النقطه ام. طيب ببساطه شديده جدا، انا عندي سلك اهو اي بتساوي 5 امبير، وهنا كمان اي بتساوي 5 امبير. هنا دي المسافه هنا 10 سم، وهنا المسافه الكليه 15، يبقى المسافه هنا 5 سم. تمام معايا لغايه هنا؟ حلو قوي. اولا السلكين دول هنكتب البيانات بتاعتنا في المسود. الخطوات بتاعتنا اهي. اي واحد بتساوي 5 امبير، دي واحد بتساوي 10 سم، 10 في 10 اس سالب 2 متر. بعد كده هنقول دي 2 هتساوي، او اي 2 هتساوي في الاول 5 امبير، دي 2 هتساوي 5 في 10 اس سالب 2 متر. تعال لغايه هنا. بعد كده هنروح شايفين المنطقه منطقه جمع ولا طرح. اول حاجه للطيارين في نفس الاتجاه، ففي النص هتبقى منطقه طرح، على الجنبين منطقه جمع. بعد كده هنكتب القانون بتاعنا اللي هو البي توتال هتساوي الميو على 2 باي في اي واحد على دي واحد، علشان هو هنا في الحالة دي هيبقى مثلا وليكن ده السلك الأول ده السلك التاني، هنا السلك التاني هيبقى المسافة أقل فهيبقى هو الأكبر كثافة فيض، فنقول اي 2 على دي 2 ناقص اي واحد على دي واحد، وهي دي القانون بتاعنا. هنعوض بكل بساطة ونلاقي المسألة طلعت لنا. تعالى نعوض. هنقول البي توتال هتساوي ميو على الاتنين باي، انت عارف ان هي هتساوي 2 في 10 اس سالب 7 في اي 2 هتلاقيها عندك بتساوي 5 امبير على دي 2، دي 2 هتلاقي عندك بتساوي 5 من 100 ناقص اي 2 اي واحد اللي هو ب5 امبير على 1 من 10، وهتطلع لك بعد كده بي توتال بتساوي 1 في 10 اس سالب 5 تسلا. بس كده بكل بساطه وبكل سهوله عوضنا عن كل المعطيات اللي قدامنا، جبنا الناتج ومحصله كثافه الفيض في اقل من دقيقه. بيقول لك ايه؟ طيب كثافه الفيض عند النقطه ام اذا عكس اتجاه احد التيارين. طيب لو احنا عكسنا اتجاه تيار من الاثنين، وليكن التيار ده هيبقى كده، يبقوا الاثنين في اتجاه عكس بعض، فهيبقى في النص منطقه جمع وعلى الاطراف منطقه طرح، وفي النص النقطه ام، فهنجمع. عارف بكل بساطه وبكل سهوله في القانون اللي فوق ده من غير ما نعمل اي حاجه هنحط هنا زائد، فهيبقى دي منطقه جمع. في القانون اللي تحت هنا لما عوضنا هنحط زائد على الآلة الحاسبة حتى قبل ما تمسح، لما تجمعهم هتلاقيهم بقيوا 3 في 10 أس سالب 5 تسلا. وهي دي الإجابة بتاعة السؤال بكل بساطة وبكل سهولة. أدي محصلة نقطة أو محصلة كثافة الفيض عند نقطة زي ما أنت. هنحل مسألة تاني، والمسألة دي أصعب شوية فأنا هحلها معاك ونحلها في أقل من دقيقتين. السلكين إكس وواي أهو، عندك السلكين إكس وواي. بيقول لك يمر بين تيارين 1 2 أي أهو في السلك إكس والأي في السلك واي. بيقول لك على الترتيب كانت كثافة الفيض عند النقطة ام اللي هي في النص دي كانت بتساوي بي. قال لك لو احنا زودنا تيار السلك واي بمقدار، خلي بالك من كلمة بمقدار، يعني هنقول زائد 3 اي، يعني هتبقى اي واي 2 هتساوي اي اللي كانت عليها زائد ال3 اي، فهتطلع في الاخر بي 4 اي. خلي بالك من المعلومة دي علشان كلمة بمقدار تفرق معانا في الإجابة. بعد كده هنقول ايه؟ بيقول لك هو عايز يعرف كثافة الفيض عند النقطة ام هتصبح ايه. ببساطة هنجيب بي توتال واحد، بي توتال واحد او بي عند ام واحد. احنا عارفين ان البيانات قلنا هنكتبها في المسودة. هنكتب عندك الاي اكس بتساوي 2 اي، وهنكتب عندك ان الدي اكس بتساوي دي، اي واي بيساوي اي، ودي واي بتساوي عندك دي برضو. فهنكتب البي توتال واحد، هنا السلكين في نفس الاتجاه فيبقى في النص منطقة طرح، يبقى هنقول بتساوي الكبير هنا هيبقى اي اكس، فهنقول عندك اي بي اكس ناقص بي واي. وبعد كده هنكتب القانون بتاعنا اللي هو الميو على 2 باي في، ونفتح قوس
بي اكس، يعني هنقول اي اكس على دي اكس اللي هي هتبقى 2 اي على دي اكس بدي ناقص اي على دي اللي هي اي واي على دي واي، فهيساوي عندك الميو على 2 باي مضروبة عندنا في اي على دي واحدة، فيطلع الناتج على بعضه ميو اي على 2 باي دي بي توتال واحد. جبناها بسرعة خالص. تعال نجيب بي توتال 2. قال لك المرة دي اي واي هيبقى بيساوي 4 اي، ونفس المعطيات هي دي واي بي دي، واي اكس بتساوي عندك 2 اي، ودي اكس هتساوي عندك دي. واحدة واحدة كده يا باشا، وتعالى نكتب القانون بتاعنا. هيبقى بي توتال 2. قال لك غيرنا اتجاهات التيارات، ما قالش. يبقى بي توتال 2 هتساوي عندك البي واي الكبيرة دلوقتي ناقص البي اكس بكل بساطة وبكل سهولة، يعني هيساوي عندك الميو زي ما هي على 2 باي، ونضربها ونفتح قوس يا باشا، ونروح قايلين عندنا هنقول الاي اكس او الاي واي المره دي على الدي واي، اي واي ب4 اي على الدي ناقص 2 اي اللي هي بتاعت اكس على الدي، فهتساوي عندك الميو على 2 باي هنضربهم في 2 اي على دي، يعني هتساوي في الاخر عندك الميو في الاي على الباي في الدي. شطبنا هنا الاثنين مع الاثنين، ودي هتساوي بي توتال 2. طيب هو بيقول لك ان بي توتال 1 كانت بتساوي باي، هو عايز يعرف بدلاله باي بي توتال 2 هتساوي كام. فنقول البي توتال 2 على بي توتال 1 هتساوي عندنا، ونشد شرطة كسر، ادي بي توتال 2 الميو في الاي على الباي في الدي. عادي بعد كده عندنا البي توتال 1 الميو في الاي على 2 باي دي، بس عشان الواحد من تحت فهنعكس، فهنقول 2 باي دي على الميو في الاي. هنشطب بعد كده رموز مع بعض، الميو والاي والميو والاي، الباي والدي والباي والدي، هيتبقى لنا 2. يبقى اذا البي توتال 2 هتساوي 2 من بي توتال 1 اللي هي هتساوي 2 بي. 2 بي هنا ده كعدد، فهو هنا بيسألني على العدد او على المحصلة عموما، فهتبقى 2 بي. بس خلي بالك ان المحصلة الاولانية كانت في اتجاه السلك الاقوى اللي هو الاتجاه 2 اي، اللي هو كان هنا هيبقى داخل الصفحة، فكان المحصلة في الاول داخل الصفحة. بعد كده لما بقي في التيار واي هو اللي اقوى، فبقيت المحصلة خارج الصفحة، لان بقيت التيار واي هو التيار الاقوى بعد ما زودنا شدته. فعلشان لو سألني برضه على الاتجاهات، انما هنا هو بيسألني بس على الكمية بيتزادت لقد ايه او بقيت قد ايه. وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لنا في الكومنتات انهي نوع من المسائل اللي انت عايزنا نحله في فيديوهات جايه. كنت معاكم دكتور فادي جمال، سلسله اضمن ضربك. شكرا جدا ليكم.